انتوا كويسين يا جماعه؟ الحمد لله. طب انا كويس؟ يعني ايه انت كويس؟ احنا ايش عرفنا يا سيد ان انت كويس؟ ما تقف يا بابا اما نشوف احنا فين. هو مش الراجل ده قال هينزلنا عند التراب؟ ما تقلقوش يا جماعه، احنا غالبا كده نزلنا يا في التجمع الخامس يا اما في الشيخ زايد، بس قبل ما تتعمر، فعشان كده صحراء. ايوه صح، احنا في التجمع تقريبا. اللي هناك ده شارع ال90 والداون تاون في وشك، شايفه؟ ايوه صح. لا ممكن نبطل تأليف يا جماعه، اللي ورانا ده مول العرب باين قوي، معنى كده ان احنا في اكتوبر. ايوه صح، احنا في اكتوبر. بص ده ام اس ايه، لا مش الام اس ايه. اكتوبر ما فيهاش معامل تحاليل. إيه يا جماعه اهدوا، مش فارقه الشيخ زايد من التجمع الخامس. المهم دلوقتي ان الاراضي دي كلها رخيصه جدا، فاحنا نشتري دلوقتي في الرخص، ولما نرجع الكشك تاني نبيع بالغالي ونسدد للسحاوي. انت محسسني يا سيد ان احنا رجعنا 100 سنه لورا. احنا يا دوبك رجعنا 7 سنين، يعني برضه هتلاقي المتر ب 5000 جنيه يا سيد. المشكله مش في كده يا جماعه، المشكله ان احنا معناش بطايق نحجز بيها الاراضي. صح فعلا. سبحان الله ما جمع الا لما وفق، والله العظيم فعلا دماغكم ذكيه جدا. لا على فكره انا بدات اقلق، في حاجه غلط. الراجل ده شكله غريب. لا ما ممكن يكون بدوي عادي، احنا في صحراء برضه يا فخر. لا البدو ما بيلبسوش كده يا ماما، البدو بيلبسوا لبس تاني، الراجل ده لبسه غريب. يا جماعه انتوا ليه مصرين تقلقوا نفسكم؟ مفيش قلق ولا حاجه، الراجل لا شكله غريب ولا لبسه غريب. ايوه صح، ما انت مش مستغرب يا سيد لان انت بتلبس اغرب من كده. ممكن يا بابا تسمعني؟ افهم يا سيد، الراجل معدي لا مؤاخذه لابس شيبه ميكرو يا سيد. طب وايه المشكله يا فخر؟ ممكن يكون عنده تسلخات. ما تفكر ثانيه يا اخي، في ايه؟ فكر ثانيه يا سيد. انت ليه مصر تقلقنا يا فخر؟ انا اصلا مخنوق ومتوتر. ما تعياش عليا، هديك بالقلم، ما تقعدش تعمل. هديك بالقلم اظبطك. خلونا نشوف هنعمل ايه، لازم نشوف ميكروباص معدي من هنا نركبه عشان نروح التراب. خلاص هندور دلوقتي. انا متوتر يا ريتاش. ما تقعدش تعي. انا بقول لك ايه ده؟ ايه اهو بقول لك يا فخر. انتوا مين وبتعملوا ايه ورا قصر الملك خوفو؟ امنعوا الضحك. ايه اللبس الغريب اللي انتوا لابسينه ده؟ انت اللي لابس كده ليه؟ وبعدين بتزعلنا ليه؟ انا مش فاهمه. لا اهدى يا لا بيزعلنا يا سيد. لا يا ريتاش، اهدى يا ريتاش، بدل ما اقتلك عشان انا متوتر. عشان اللي في دماغي ده لو طلع صح يبقى احنا رحنا في 60 داهيه يا جماعه. بعد اذن حضرتك يا فندم، ممكن سؤال واحد بس عشان انا هعيط والله. اسال. هو حضرتك احنا سنه كام؟ انت في عام الشمس، زمن الاسره الرابعه، واللي حامينا الملك خوفو. فهمتوا؟ انتوا عارفين الكلام ده معناه ايه؟ ايه؟ ان مفيش ميكروباصات بتعدي من هنا. هاتوهم، خدوا كل اللي معاهم. بصوا على الساعات بسرعه بسرعه. ايه ده؟ انتوا لحقتوا؟ العيال دي عبط ولا ايه؟ هو في حد بيركب آلة الزمن كل يوم؟ تلاقيهم بيلعبوا في الساعات. طب والله ما مرجعكم، خليكوا شوية استمتعوا. قرب وتعالى بص وطلع على العبيد، وكلنا عبيدك يا رب، كلنا عبيدك يا رب. شايفين العبيد؟ شايفينهم؟ طب حاسينهم؟ حاسينهم. نبتدي بالاولاني، نبتدي بيه حاسينه. حاسينه. شايفينه؟ شايفينه اهو. بص بقى، بص الحلو ده، العبد الجميل اللزوزه الطيوبه، وبيقول حاضر، تقول له روح هيروح، تقول له تعالى هيجي. مفيش احسن من كده. العبيد التاني، انت اللي جابك هنا يا ابني؟ انت معانا احلى وجه في الدنيا، تمسح تخدم ما بتقولش لا. والعبيد اهم، والعبيد اهم، والعبيد اهم، اهم. ايه اللي احنا فيه ده يا جدعان؟ ايه اللي احنا فيه ده؟ وايه اللي احنا لابسينه ده يا فخر؟ انا حاسس ان شكلي مهزأ قوي باللبس ده. حاسس ان شكلك مهزأ؟ انت مهزأ اصلا يا سيد. انت لو لبست بدلة طيار هتبقى مهزأ برضه. اسكت يا سيد، اسكت. اسكت ازاي بس يا فخر؟ دول اخدوا الاساور اللي هترجعنا تاني. عندك حق والله. انا مرعوب، حقيقي مرعوب يا فخر، مرعوب من المأذى اللي واقفه ورانا دي. يعني انت مش خايف من الفجوه الزمنيه اللي احنا فيها وكل الوشوش الغريبه اللي حوالينا واللبس ده، وخايف من المعزه؟ خايف من الحاجه الوحيده اللي عارفينها، الحاجه الوحيده الثابته في كل العصور؟ ما انا بترعب من المعزه دي في كل العصور. طب ما تسكت بقى يا سيد بقى. طيب ممكن سؤال؟ لا. سؤال واحد بس. لا. هو انت مش قلقان خالص يا اخي؟ يا عم قلقان بس ما تتكلمش معايا، اتكلم مع ريتاج. خلاص يبقى انت كمان ما تتكلمش معايا خالص. ماشي خالص. والله ما هنطق.
ريتاج ريتاج، عايز ايه؟ هما الفرعين دول بياكلوا بني ادمين؟ ايه؟ الفرعين بياكلوا بني ادمين؟ هياكلونا يعني؟ مبدئيا اسمهم فراعنه. يعني هياكلونا ولا مش هياكلوا؟ اسكت، مش عايزه اتكلم معاك. انت ما تتكلميش معايا تاني خالص. يا ريت. فخر عايز ايه؟ بص اقف استغفر ربنا، استغفر كده ربنا على صوابعك، ان شاء الله الدنيا هتتفك باذن الله. خلاص ما تسمعش صوتك خالص. هو اللي بيتكلم مش انا، بتضربني انا ليه طيب؟ خلاص ما تناقشوش، خلاص معلش. وسع طريق الكاهن، افتح طريق الكاهن، افتح طريق. هو الكاهن ده مشلول ولا ايه؟ لا يا ابني، هو الكاهن بيجي طاير كده، معروفه يعني. هو يعني ايه كاهن اصلا؟ الكاهن دي يعني البني ادم الكهين، زي الماحن كده بالظبط، يعني البني ادم المحين. وصل اهو وصل اهو عم كاهن الكهلون، احلى كاهن في الدنيا، العظمه كلها. وصل. تعالى. الكاهن جاي بنفسه النهارده عشان يختار عبيد وينقيهم يخدموا في قصر الملك ذو الوجهين القبلي والبحري عريض المنكبين الملك خوفو. خوفو؟ الملك خوفو بتاع المنقرع ده؟ انت تاني بتجادل؟ معلش انا بتجادل؟ لا بتجادل لا فخر. خلاص يا عم اسكت. انت اسمك ايه؟ فخر. فخر؟ فخر ده مش اسم فرعوني. انت من الهكسوس؟ لا يا باشا، كسوسي يا باشا، اسمي فخرع. فخرع يا باشا، فرعوني ابن فرعوني. فخرة. وانت اسمك ايه؟ طب اقول ايه؟ قول ايه اسم فرعوني؟ رمسيس. نعم. رمسيس ده اسم ولد. هيلتون رمسيس. رمسيس ده بابا. وانت؟ انا بعديها على طول. سمراميس انتركونتيننتال، لو عايز الاسم بالكامل يعني. انا هاخد ده ودي، وهاخد الحمار ده كمان. طب وليه الغلط يا عم الكاهن؟ انا قصدي الحمار اللي وراك. طب هو يعني في ايه الحمار ده زياده عني عشان تاخده وما تاخدنيش؟ اصبر بقى اصبر. هاتوهم. لا في ايه زياده في الحمار عني عشان تاخده وما تاخدنيش؟ وبعدين دي مراتي وده اخويا. انا مش اخرس بقى، اخرس بقى، اخرس. اسكت بقى، تعالى. يا سيد، لا ده كنت ربنا. يا فخر ما تسيبنيش، انا مش عارف هجيلك تاني، بس اعرف انا رايح فين. يا ريتاج يا فخر، ما تسيبونيش لوحدي. ما تخلص بقى. اخلص بقى. خلاص عبده بتجادل. ابوس ايدك خلاص. ازيك يا رضوبيس؟ بيبي عامل ايه؟ ايه اخبارك؟ ايه الاخبار؟ استنى انزل لك. ايه الاخبار؟ كله تمام. والدنيا عندنا ايه الاخبار؟ كله موجود من الطوبه للمسله. في مخلل؟ في مخلل. طيب حلو قوي حلو. اوزن لي 2 كيلو اتون كلاماتا. ماشي. وهات لي برطمان امون معصفر. ماشي. تمام. وبالنسبه للطيور عندنا طيور ولا ايه؟ كله موجود. طيب حلو، هات لنا فرخه. ماشي. وهات لنا بطه. ماشي. وهات لنا وزه. ماشي. وهات لنا الحاجات دي يلا. انت عايزهم ليه؟ مفيش، كنت هجرب عليهم كده تحنيطه جديده. لا ما ينفعوش دول الحشو. اقول لك على حاجه؟ خد ده. ده؟ لا يا عم ده هتلاقيه غالي، ده هتلاقيه اغلى من الخروف اللي وراه يا عم. غالي مين؟ انت مش فاهم حاجه يا عم، ده عرفني من الصبح يا عم. بقول لك ايه، هات ده وخده. مش معاه بيض والله. هات بوسه وخده حبيبي. صباح الجمال. صباح الفل. يلا بينا. هو انت كده اشتريتني خلاص؟ ببوسه؟ ايوه. طب ما تاخد بوسه وتسيبني. الله، ده انت عسل بقى، تصدق عندك حق. وريني البتاعه دي كده. اتفضل. يلا يا ده انت اطلع عايز الحاجه من فوق. هات البرطمانات يلا اجري يلا. انجز. اظبط نفسك. شد نفسك هناك. شد سلاحك. ايه؟ الملك على وصول. انت يا ابني اللي هناك انت يا ابني اللي بتكرس هناك. انا يا باشا. تعالى لي. انا يا باشا. بسرعه. انت العبد الجديد؟ يا باشا كلنا عباد الله، بس اللي تشوفه يعني. شايف كرسي العرش اللي هناك ده؟ يا باشا، اروح اقعد عليه هبقى الملك. ملك ايه؟ لما يجي الملك هتقف جنبه
وتهويله. ليه يا باشا هو دايخ؟ نفذ الاوامر. حاضر يا باشا. اول ما يجي الملك هتعمل ايه؟ اهويله يا باشا، مروحه يعني. قول عادي، ما تتكسفش خلاص. ما هي اتدهولت خالص. فخر اللي 30 سنه مدوخ الحكومه في الاخر هيشتغل مروحه. يا زمن. الحمد لله الحمد لله. هو الملك بيجي الساعه كام يا جماعه؟ يا رب يا ساتر. استعنا على الشعب بالله. لا اله الا الله. هو الجو حر ليه النهارده؟ انا كنت لازم انقل عاصمه الحكم لشرم الشيخ، الغردقه، طابه. جوهم احسن من طيبه. ما تهوي يا ابني. حاضر يا مولاي حاضر. على المروحه شويه. حاضر يا مولاي. خليها 22. طب تديني دقيقه بس اظبط لك حاجه كده معلش. اتفضل. يا ابني هوي عدل. انت بتهوي على طرب. حاضر يا مولاي. خليها 21. حاضر. 20 كده كويس. بعتوا حاجه ولا لسه ما استفتحتوش؟ كبير المهندسين وصل وطالب مقابلة مولاي. خليه يتنيل. أمر مولاي. ما نشوف. هوي يا ابني. حاضر يا مولاي حاضر. التحية والسلام لمولانا الهمام. اهو سلام والسلام. اللي جابك؟ أنا جاي أفاجئك يا مولاي. يا ريت. فاجئني، ابهرني، فرعني. اتفضل يا مولاي. مولاي. شكرا. تعالى هنا. كنت انا مكرمشها ليه ان شاء الله؟ هفردها يا مولاي. افردها عشان هنا قصر محترم. حاضر. اتفضلوا. كاتكم البلا. استغفر الله العظيم يا رب. هو يوم باين من اوله. الحمد لله. يا سعاده الباشا ده ايه الرسم ده ان شاء الله؟ يا مولاي ده المشروع اللي انت طلبته مني وانا بشتغل في حدود الميزانيه. مشروع يا باشا بقالك 100 سنه وشهرين. ميزانيه مفتوحه، برديات ياما، دهب بالهبل. فين يا ابني الرسم يا حبيبي؟ ايه ده؟ انا عايز افهم الرسم ده ايه ان شاء الله. ده مقبره ولا مسخره؟ مقبره يا مولاي. مقبره ايه؟ انا مش فاهم يا ابني حاجه من الرسم اللي انت عامله دوت. المقبره مدوره ولا مربعه ولا معوره؟ يا مولاي انسى كل اللي انا قلته خالص. تمام. انا جات لي فكره امبارح لمبنى لو نفذناه هيبقى صرح كبير لالاف السنين قدام. قصدك هرم يعني؟ هات ديت الاخماس. ايوه. امسكي ديت. هرم يا مولاي. حضرتك عارف المثلث؟ مثلث يعني ايه؟ تريانجل. تريانجل؟ اه. تريانجل ده حيوان اسطوري زي التنين اقتله لا المقبره؟ لا يا باشا لا مش كده خالص. امال ايه؟ عارف يا باشا الاضلاع لما نجيبهم كده يا باشا. اضلاع يعني ايه؟ من تحت كده يبقى فيه كده؟ ايوه بالظبط. قول مثلث الجبنه النستو يا اخي. ايه ده؟ انتوا عندكم هنا جبنه نستو؟ طبعا عندنا جبنه نستو وبراميلي وفرعوني وثلاجه. طب اديني ربع رومي بطارخ بالله عليك. اديله ربع بطارخ ولفوا له لفه معلم كده. تمام؟ شايفين يا صيع الافكار اهو. عبد ذليل اقتله دلوقتي ما يقولش لا. وانت ما جبتش الفكره. يا مولاي دي فكرتي انا كنت لسه هقول لك عليها حالا. بس يالا ما تكترش. امشي يالا من هنا. خلاص يا حبيبي اللي ذاكر. يا حراس ايه انا هفق ولا ايه؟ خير يا مولاي. ايه انت حاطط حرس في ودانك مش سامعني؟ خدوه اعدموه وحنطوه. لا يا مولاي يا مولاي دي فكرتي انا. بس يالا امشي يالا من هنا. يالا هنرش دلوقتي. يلا. خلاص يا حبيبي وانا مش مالي عينك ولا ايه؟ مؤاخذة مولاي معلش. يلا كتر بس معلش. قول لي بقى ايه الفكره بتاعتك ديت؟ ده فكرايه كده على مقاسهم يا مولاي. حلوه. انت اسمك ايه؟ فخرة اسم جميل. على فكره انا ابني اسمه خفرة. ده تشابه اسامي ولا ايه؟ لا يا مولاي هو ده زي لؤي ووائل كده، اختلاف حروف بس. وائل ولؤي؟ ايه وائل ولؤي ده؟ لا دول اسامي جنة مالكش دعوه بيها. مش مهم. انت شغلتك ايه هنا؟ انا خادم يا مولاي. خاتم؟ انا هخليك خاتم في صباحي. واقول لك كمان هعينك كبير المهندسين للفرعون اللي هو انا اللي هو خوفو. يعيش الملك خوفو. شكرا. يعيش الملك خوفو. شكرا. هيلا وهيلا هو. شكرا. الملك خوفو يا عظمته. خلاص يا حبيبي
خلاص انت بتشجع في استاد. ربنا يخليك يا مولاي، ربنا يخليك، بس كان ليا طلب صغير. عايز ايه تاني؟ انا عبدك يا اقعدك مكاني ولا ايه؟ لا يا تاخد مولاي. التاج؟ لا يا اديك مولاي. الجواري؟ لا يا مولاي. اديك نصبة الفاكهه؟ ربنا يجعل سوء احسن منها يا رب. عايز ايه؟ معلش يا مولاي، طلب من خدامك الفقير. اه نفسي بس اقلع الباروكه دي غيرها. ليه ده احسن تصميم عند خالتي ناهد راعه. والله فاتحه بيوتي سنتر في معبد الكرنك، بسم الله ما شاء الله، شغال حلاوه.